بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا بتدبر سورة الحجر. الآية 94 وقفتني، لأن هي لمست حاجة ليها علاقة بالخبرة بتاعتي في التسويق. آه، لأن أنا عندي خبرة في التسويق بقالي سنين، فطبعا لما ألاقي حاجة في القرآن بتلمس حتة الجانب المهني عندي وبالطريقة دي، لأن دي حاجة من 1400 سنة. آه، وطبعا التسويق وعلم التسويق دي حاجات يعني هم عملوها مؤخرا، فاحنا بنتكلم من 1400 سنة. العلم نفسه موجود جوه القرآن، علم التسويق نفسه موجود جوه القرآن. تعال اقول لك الآية واقول لك انا تدبرتها ازاي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. فاصدع يعني ايه؟ يعني انشر، يعني وصل الرسالة على نطاق واسع. يبقى الهدف هنا ايه؟ هو حاجة اسمها الاويرنس في الماركتينج، يعني تعلية الوعي عند الناس. لان نشر اي حاجة هي طريقة لمخاطبة العقل ولفت انتباهه لمعلومة هو مش واخد باله منها. ده النشر. انت مش واخد بالك، ما تعرفش حاجة عن المنتج ده ولا عن الخدمة دي، فبنعمل حملة تسويق عشان انشر رسالة معينة فلفت انتباهك ان في حاجة جديدة، فانت تبدأ تنجذب للي انا بقوله. نفس الحاجة موجودة اهو في الآية. فاصدع بما تؤمر، انشر انشر. فالرسالة النشر ده هيعمل ايه؟ هيلفت انتباه الناس، هيخليهم ياخدوا بالهم من حاجة هم مش واخدين بالهم منها. طبعا هياخدوا بالهم بقى من القرآن، هو لأنه هيسمع حاجة إعجاز يعني. فهنا تبدأ رحلة الجذب بقى، إن متلقي الرسالة ده يبدأ يتجه ناحية اتخاذ القرار. والرحلة دي اللي بيمشي فيها الشخص اللي أنا بعت له رسالة في التسويق اسمها الفانل. حاجة كده عاملة زي القمع، أوكي، بتبقى منقسمة لكذا جزء. الجزء الأول منها هو الوعي، مرحلة الوعي، ودي فيها إن الراجل الغير منتبه ده أصبح منتبه، فببدأ أجذبه، أوكي، للمرحلة اللي بعديها هي الاهتمام، أعلي الاهتمام عنده. وانس إن الاهتمام عالي هيبدأ يخش في المرحلة الثالثة اللي هي التفكير، إن هو ابتدى يفكر بقى جديا في اللي أنا بقدمه له. ونخش في المرحلة الأخيرة هي اتخاذ القرار. تعال بقى نعكس المراحل دي على الدعوة، على الرسالة. مرحلة الوعي الإنسان بيقول دي رسالة مختلفة. مرحلة الاهتمام بيقول أنا عايز أعرف ربنا بيقول إيه، عايز أشوف واسمع إيه الكلام المؤثر اللي موجود جوه القرآن ده. مرحلة التفكير، الكلام اللي اتسمع ده دخل جوه القلب وأصبح ليه شعور، في شعور إيجابي ناحية الكلام ده. فأصبح الإنسان في الحالة دي، في المرحلة دي بيفكر فيه. يتنقل على المرحلة الأخيرة وهي مرحلة اتخاذ القرار، هي الدخول في الإسلام والشهادة. شايف العظمة عاملة إزاي؟ كل ده فاصدع، من كلمة فاصدع، انشر. لأن هي ليها انشر، دي مدرسة، دي ليها خطوات كتير، مش انشر كده وخلاص. لا، ده في علم، وده يبين لك شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عاملة ازاي. لأن الكلمة دي مش أي حد يعرف يدير الكلمة دي. وكمان بيدير كلمة ايه بقى؟ ده بيدير كلام الله، بيحاول يوصل الرسالة، بيدير الرسالة نفسها في طريقة توصيلها. الموضوع مش سهل خالص. طبعا القمع ده، الفانل ده، القلة بس هي اللي بتكمل. يعني في التسويق عندنا لو في 1000 دخلوا في مرحلة الوعي، من ال1000 دول بيوصل 200 بس، الباقي كله بيقع. الكثير، ناس كتير بتقع، اوكي، فدول بتوصل لهم رسالة وبتقع. بس في نسبة معينة منهم بتتحرك وتهتم، وبعدين في ناس تاني في مرحلة الاهتمام بتقع، وفي نسبة منهم بتكمل اللي هي مرحلة التفكير. وعند مرحلة التفكير في ناس بتقع قبل اتخاذ القرار، والقلة بتكمل، وممكن نوصل لل200 اللي هم الصفوة.
يبقى من 1000 واحد في 200 واحد بس هم اللي خدوا قرار، ممكن يبقوا 20 كمان هم اللي خدوا قرار. فدي حاجة يعني لمست معايا التسويق والخبرة اللي عندي لما شفت الآية دي، وعرفت قد إيه القرآن ده عظيم عظيم. مفيش حاجة القرآن سابها، مفيش حاجة يعني ربنا ما ذكرهاش في القرآن. وكل واحد على حسب خبرته وعلى حسب نعمته بتكلمه. فيا رب كده دايما يهدينا بالقرآن ويعلمنا منه، لأن احنا قدام العظمة دي احنا ما نعرفش حاجة، ومحتاجين دايما ان احنا نتعلم من رب العالمين مباشرة ونفتح كتابه دايما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.